3 موتوسيكلات تبعد عنهم لو انت هتشتري موتوسيكل تشتغل بيه. السلام عليكم، معاكم نترو، والنهارده هكلمكم عن 3 اسوأ موتوسيكلات ممكن تشتغل بيهم في حياتك. انا اول موتوسيكل النهارده هو الفيجوري ال 300. اولا كده يا جماعه، الموتوسيكل ده مش انجح حاجه طبعا في السوق المصري. هو طبعا الشباب بتحبه جدا لان هو قوي نوعا ما، بس انا كاحمد شايف ان الموتوسيكل ده مش احسن حاجه خالص. واتكلمت في فيديوهات قبل كده عليه. اولا الموتوسيكل ده خاماته مش احسن حاجه، ثانيا قطع الغيار بتاعته غاليه، وثالثا مش موجوده اصلا. فانت هتتعب بالموتوسيكل ده لو انت جيت تشتغل بيه. ده غير طبعا مفيش توفير بنزين، وكل الموتوسيكل فبر، فهيتعبك بصراحه في الحته دي. تاني موتوسيكل الاس 200. طبعا انا اتكلمت على الاس 200، والاس 200 من احلى الموتوسيكلات البنيلي اللي نزلت في السوق المصري، بس انا كاحمد ما احبهاش طبعا ان هي تشتغل خالص. هو مع ان الموتور بتاعه 200 سي سي وممكن يوفر لك بنزين، بس بالعكس هو قطع غيار غاليه جدا، وفي نفس الوقت صيانته بتكون صعبه شويه، وبرضه في نفس الوقت الكورس بتاعه اللي ورا صغير ومش هيبقى مساعدك جدا ان انت تشتغل بيه. فلو انت مثلا معاك بادجت ان انت هتحطها في موتوسيكل زي ده، احسن لك تفكر وتشوف موتوسيكل غيره. تالت موتوسيكل طبعا والاحبهم لقلبي، بس الموتوسيكل ده ما ينفعش تشتغل بيه، هو التي ان تي 250. الموتوسيكل ده جميل جدا وممكن تركبه وتسافر، ممكن تركبه تروح بيه اي حته عموما، وخاماته كويسه، بس كموتوسيكل انت هتشتغل بيه لا هيتعبك. وطبعا قطع الغيار بتاعته غاليه جدا، وبرده مش اي حد يشتغل في الموتوسيكل ده. فلو انت هتجيب الموتوسيكل ده ممكن تركبه ركوبه شخصيه بس طبعا ما تشتغلش بيه. وبس كده. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لي فولو وتعمل لي لايك، ده طبعا بيحفزني ان انا اعمل لك فيديوهات اكتر. وبرده ما تنسوش تشيروا الفيديو ده. ودي كانت